أنا رضا ابن عمري. يعني أنا كان نفسي أقول لحياتي أتجوز وأخلف عشان أجيب رضا. فلوس في إيده كده 300 جنيه. فضلت أنا سايبه عشان لو خدهم هو أقول له غلط، عيب، ما ينفعش، المفروض تقول لي كده. عند الكافيه بتاعي كده، فخرج بره لقيت ستات كبيرة كده، 50 و55. هم كانوا بيقولوا أبو رضا فين ومش أبو رضا فين وكده، إحنا عايزينه وكده. فراح هو العيال بيقول أبو رضا مش موجود. قال لها لا، أبو رضا موجود، تعالى أوديك عنده. فهي لما جت عند المكتب ورا فبيقول لها أنت عايزة إيه؟ قالت له مش عايزة حاجة يا ابني والله، بس أنا رجليا وجعاني. راح منادي اللي شغال في القهوة، خد تعالى هات كراسي هنا وهات لهم حاجة يشربوها. اسمع اللي أنا بقول لك عليه، الكافيه ده بتاعي. فالواد راح ضحك ودخل قال لعمه، وراح عمه قال له اعمل له اللي هو عايزه. وراح داخل واخد فلوس، لقاني بتشطف جوه في المكتب. راح واخد فلوس، راح مدي كل واحدة فيهم 50 جنيه. راح قايلين الناس شاربة الحاجة واخدين فلوس وماشيين. ناديته بقول له بتعمل كده ليه؟ قال مش انت تبقى يعني والناس بتيجي وبتديهم وكده. قلت له قال لي خلاص وانا برضك عايز اديهم. اشمعنى انت تديهم لوحدك يعني؟ عندنا قطة في البيت، يمسكها كده، مالك ياما في ايه ياما، بيقعد
يقعد يبوس القطة ويحضن فيها يا ابني، رحت جوه التيشيرت بتاعه يعمل نفسي يقول لي لا سيب، ويروح كل حتة ويخش كل البيوت، أقسم بالله أجيبه من كل حتة، ويمشي هنا ينادي على ديت عاملة أكل إيه النهاردة ويمشي يصوره، والناس تصوره وتقعد توريني، أقعد أقول له مش عيب كده، يقول لي لا مش عيب عادي. هما بيحبوا، حد اشتكى لك مني أقول له لا، أقول له طب خلاص بتتكلم معايا في إيه؟ الله يرحمه كانت دماغه مسابقة سن. وحشتني، وإن شاء الله بإذن الله أشوفك كده بإذن الله، ربنا يجمعني بيك على خير، وأشوفك كده في الجنة كده تبقى كبير كده وراجل وقد الدنيا، وتاخد بإيدي أنا وأمك وتشفع لنا يوم الدين ويوم القيامة إن شاء الله بإذن الله. لو حاجة كانت بإيدي والله كنت عملت كل حاجة في الدنيا عشان أخليك موجود معايا. الله يرحمك يا ضاضة، ويعني تاخد بإيدينا كده أنا وأمك يوم القيامة إن شاء الله.